ما تقولوا كده من الاول، ما كناش جينا ولا حاجه. خلاص ادوا السوبر الاهلي اللي صعد على حساب سيراميكا بالظلم، وهياخد السوبر من الزمالك بالظلم. طب ما من الاول بقى كان الاهلي جه لاعب نفسه، ما كانش جه اصلا، وكنت بعت له السوبر وخلاص. انا كرهت الكوره، اقسم بالله كرهت الكوره بسبب التحكيم. تحكيم مصري، تحكيم اوروبي، تحكيم خرا على دماغنا. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ الهدف ده اتلغى ليه؟ يعني الهدف ده اتلغى ليه؟ ايه القرف والخرا ده؟ طب ما بناقص الكلام ده كله والله. حاجه في منتهى القرف اقسم بالله. ايه لازمته بقى؟ بنلعب ليه اصلا؟ خلاص اعملوا بطوله الاهلي لوحده ياخدها كل سنه ويبقى الفرقه تنافس. ايه القرف يا ابني ما انا قلت لك عجائب الدنيا 7 هيبقوا 8 لو كسبتني. ما تسمعش الكلام ليه؟ لازم اديك على قفاك تاني، لازم اديك بالقلم. تاريخي يا ابني والله. بس مروان عطيه ده ما عملهاش في حياته. ده ما جابش جول تقريبا، مش فاكر انه جاب جول قبل كده، اهو بيسجل اهو. فين دونجا؟ عيط. طبعا كما هو متوقع زيزو مجرد ما حط رجله في الملعب المدرجات اتقلبت، البيضاء والحمراء. مدرجات الزمالك طبعا كانت كلها كانت شتيمه في اللعب. طبعا مدرجات الاهلي مش هتسكت، ردت نفس الشتيمه برضو بس لصالح اللاعب. متوقع جدا كل ده يحصل. طبعا انا مش هنزل اي حاجه من الكلام ده واي حاجه من الشتيمه دي ما اقدرش اشارك فيها، شوفوها في حته ثانيه بقى، بس انا بنقل لك ايه اللي بيحصل. جمهور الزمالك بيستقبل زيزو بهتافات معاديه مجرد ما نزل ملعب المباراه. ده كان في عمليات الاحماء لما نزل زيزو قبل نهائي السوبر اللي بيجمع بين الاهلي والزمالك. مشهد وهتافات بمنتهى الاسف سيئه الى ابعد مدى. والله كان عنده حق كابتن سيد عبد الحفيظ لما اجتمع بزيزو وقال له سد ودان، المباراه اللي تقدر تتفرج عليها لو دخلت على لينك في البايو. لكن الحلاوه الحقيقيه بقى بدات مع الحفل اللي كان قبل المباراه، استقبال الكاس بالزي الفرعوني وبالاجواء الفرعونيه، رمات والمسله، وكان افتتاح المتحف المصري الكبير لسه مكمل معانا، ده غير دخول بعض الفرق الموسيقيه اللي بتمثل هويه الفن المصري الاصيل. منتهى الامانه يعني حفل عظيم جدا من اشقائنا في الامارات. لا كابتن سيد عبد الحفيظ عمل جلسه خاصه النهارده جدا مع زيزو وقال له سد ودنك من جمهور الزمالك، خصوصا بعد اللي عمله جمهور الزمالك بعد المباراه الاخيره. لكن قبل ما نكمل الحوار ده اعمل سكرين شوت للنتيجه اللي شغاله قدامك وقول لي توقعاتك في الكومنتات. مين اللي هيقدر يفوز بنهائي كاس السوبر المصري اللي هيتلعب النهارده ان شاء الله الساعه 5:30 قنوات اون سبورت ودبي وابو ظبي المفتوحه كمان. اليوم اللي كله ماتشات قويه وممتعه وكلها دربيات، تقدر تتفرج على الماتشات دي كلها وتتابعها لحظه بلحظه من خلال اللينك اللي قدامك ده. لما تخش على البروفايل جوه هتلاقيه في البايو. رجع بقى للجلسه اللي جمعت سيد عبد الحفيظ بزيزو، قال له فيها ما تركزش مع جمهور الزمالك خالص، خصوصا ان جمهور الزمالك بعد مباراه بيراميدز وجه سباب كبير جدا لزيزو وللاهلي ان المباراه دي هتكون اولى مباريات زيزو بالتيشيرت الاحمر ضد الزمالك. في نفس الوقت بيقول لك ان يستروب عمل جزء كبير جدا من التدريبات قصه بضربات الترجيح، خصوصا ان زيزو ضيع في اخر مباراه ضد المصري. اما عمرو اديب الزملكاوي قال لك ان انا حاسس ان فرقه المليار هتتغلب النهارده، الزمالك هيجيب له جونين ثلاثه. قال لو انت زملكاوي عندك نفس التفاؤل اللي عند لعيبه بتتأهبل، ما لازم يجي فينا جول. من الصبح شغالين نضيع وشايفينهم ماسكين كوره علينا، نستغل اي فرصه. فين الونش هنا؟ الونش فين؟ سداح مداح الدفاع بتاعنا، ما فيش غير اسماعيل اللي واقف معاهم. ايه ده يا جدعان؟ زيزو اسيست زيزو وجون بن شرقي. قلت لي حبيبي يا بن بلال علام وبن شرقي وزيزو وانا بعمل ايه هنا؟ يا قلبي. وادي العرضيه وجول جول 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 جول. صديق الامس ومنافس اليوم في الدقيقة 53 دي ما ترجعش يا جدعان. اكلح ناس في الدنيا. الاهلي والزمالك شكلك نوم على هاتريك. اوعى زيزو والنبي ما تفرد دراعك، خايف الحصان ده يطلع على حسام عبد المجيد ودي تقديمه الاهلي للعيب والتيفو العظيم. اجيب لك تستة كلوتات بس على الجول. اوعى زيزو تجيبها. يا لهوي الحمد لله ايه يا زيزو، شيكو بيزو كان هيجيب جول. يا اخي اعمل حاجه عدله في حياتك. لو جالي حاجه الواد ده الصبح. يا نهار اسود هيحصل لي حاجه. يا زيزو ايه الحزن ده يا جدعان؟